السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا على خير. اليوم جيت نوجد معكم واحد رغيفات معمرين بالشحمه. المهم هنا عندي البصله خضاريه اللي قطعتها ودرتها تشحر على هذا الشكل هكا. عندي هنايا الزيتون اللي قطعته طريفات، عندي الشحمه اللي حكيتها، عندي الربيع، عندي شويه ديال البزار، شويه السودانيه، شويه الخرقوم والملحه، وعندي التحميره. المهم هنا عندي رغيفه اللي مطلوقه بحال هكا، عجنتها غير بالطحين حرش وشويه ديال الصفر والملحه والماء دافي وخليتها ترتاح. هنايا عندي تشحيره. المهم هنا عندي الرغيفه هكا كطلقها ماما، قلت لماما عمريهم، كطلقها على هذا الشكل هكا. كتعمر وحده الوسطانيه، كتعمر هكا على الوسط وكتجمعها وكتطلق وحده اخرى وكتخشي هذه وسطها، يعني كتجي وحده في قلب وحده. كدهنهم بشويه ديال الزيت والزبده، كيجيو على هذا الشكل هكايا. كتخشي هذاك اللي معمره كتخشيها وسطها. صراحه جاو زوينين. هنايا درتهم في الطاوه ديال الفران، ها هما راه جاو هكا تنفخوا، وغادي نقرصهم شويه بالزبده ولا الزيت، وغادي ندخلهم نقرصهم غير شويه وندخلهم للفران. هنايا بقات ليا هذه، يعني بقات ليا بلا حشوه، ودرتهم هكا غير واحد الخمسه. وهنا جاو هكا على هذا الشكل هكا، جاو معمرين بحال هكا. هما صراحه جاو زوينين، جاو معمرين بحال هكايا. المهم كيجيو على هذا الشكل هكايا. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم. هما جاو مرقين الصراحه ومقرمشين. رغيفه الخاويين صراحه جاو مرقين. المهم كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم، وشكرا لكم بزاف. باي باي عليكم.